ciao ragazzi تعالوا نكمل وناخد آخر جزء في الوحدة الرابعة بتاع منهج تانية ثانوي في المراجعات بتاعتنا ونشوف بيتكلم عن ايه. بيتكلم على الأفعال الخادمة في الماضي، والجزء بتاع الأفعال الخادمة ده مهم جدا في كل الأزمنة وبيبقى عامل للناس أزمة مش عارفة ليه. تعالوا نشوفوا كده يعني ايه أصلا فعل خادم الأول. احنا اتفقنا ان الأفعال الخادمة دي هما الثلاث أفعال اللي درسناهم في سنة أولى. الناس اللي مش عارفاهم تتفرج على الفيديو في سنة أولى بتاع المضارع. احنا هندرسهم دلوقتي في الماضي البسيط اللي هم بوتيري يستطيع، ودوفيري يجب، وفوليري يريد. التلات افعال دول لما يجوا يتصرفوا في الماضي احنا متعودين ان الفعل بياخد اسر او افيري والبي بي. هيجي الناس تقول لي طب التلات افعال دول يا ترى بقى هياخدوا اسر ولا هياخدوا افيري؟ طبعا انا بتكلم مع ناس المفروض فاهمه التصريفات بتاعه الفعل في الماضي من الترم الاول. هقول لكم تعالوا كده بصوا المثال ده وانتوا هتحكموا لوحدكم. ما احنا متعودين ان تصريف الماضي البسيط عموما كان تصريف فيربو اسر في المضارع او فيربو افيري في المضارع زائد البي بي. طيب فاكرين تصريفات اسر عشان اللي هنقوله ده هو اللي هيرتبط بيه بعد كده الدرس. سونو، سي، e, siamo, siete, sono. طب فيربو avere o, hai, ha, abbiamo, avete, hanno. طيب زائد البي بي بتاع الفعل بتاعي اللي هو التصريف الثالث من الفعل. لو كان اري بنحذف اري ونحط اتو، الناس طبعا الكلام ده خدناه الترم اللي فات. ولو كان ايري بيبقى اوتو، ولو كان ايري بيبقى ايتو. انا بشرح لناس المفروض الدرس ده عدى عليها قبل كده. طيب تعالوا بقى نشوف يا ترى بوتيري فوليري دوفيري هياخدوا النهايات بتاعت اسر والبي بي ولا هياخدوا افيري والبي بي. يعني هعتبرهم من المجموعات اللي بتاخد اسر ولا بتاخد افيري. عشان تجاوبوا على السؤال ده هتشوفوا معايا المثالين اللي هكتبهم وانتوا اللي هتحكموا لوحدكم. بصوا كده، لو انا قلت مثلا io ho dovuto studiare. bene. ومثال تاني io sono dovuto andare dal medico. ها، يا ترى هنا انتوا شايفين ايه؟ هياخد اسري ولا هياخد افيري؟ وايه الفرق بين المثالين اللي انا كتبتهم لكم دول؟ الناس اللي مركزة وبتلاحظ هتقول ايه ده؟ ده انت هنا قلتي دوفوتو وهنا قلتي دوفوتو، بس مرة استخدمتي مع افيري ومرة استخدمتي مع اسري. هو كده الاتنين يبقوا صح ولا ممكن يكون انت كاتبة مثال غلط ومثال صح تلخبطينا؟ طب وليه مرة اخد افيري واخد اسري لو الاتنين صح؟ مش دي كلها اسئلة دارت في دماغنا اول ما كتبنا المثالين؟ هقول لكم على طول انتوا صح. احنا هنا فيربو بوتيري، فيربو دوفيري، فيربو فوليري، الافعال الخادمة ينفع تاخد اسر وينفع تاخد افيري. طب انا هعرف منين؟ ابدأوا كده حاولوا تدوروا على تخمين تاني. بصوا هنا على طول، برافو عليكم على الفعل في المصدر اللي جاي بعد بوتيري او دوفيري او فوليري. لو لقيتوه من الافعال اللي بتاخد اسر يبقى بوتيري فوليري دوفيري هياخدوا اسر. لو لقيتوه من الافعال اللي بتاخد افيري يبقى الافعال الخادمه هتاخد افيري، لان احنا طول عمرنا بنقول ان ده فعل خادم بيخدم الفعل الرئيسي. وبالتالي لما احب احط له مساعد اسر او احط له المساعد افيري لازم تعتمدوا على الفعل الرئيسي بتاعكم. يعني عينك على الفعل اللي جاي في المصدر بعد النقط. طبعا استودياري ما درسناهوش من الافعال اللي بتاخد اسر، وبالتالي صرفت دوفيري مع اسر مع فيري. اما هنا انداري كنا واخدينه بياخد اسر عشان من افعال الانتقال، وبالتالي صرفت دوفيري مع اسر. خلاصة الموضوع ان الافعال الخادمة بتاخد اسر او بتاخد افيري على حسب المصدر اللي جاي لك في الجملة. المصدر من افعال اسر يبقى اسر، من افعال افيري يبقى افيري. شكرا، خلص الدرس. طب تعالوا نطبقها عملي في التمارين عشان تحسوا ان انتوا فهمتوا اكتر. يلا بينا. بصوا كده الامثلة دي بيقول لي ايه. L'anno scorso Dino non ha studiare l'arabo.
على طول اول ما يجي على الافعال الخادمه عينينا هنا يا جماعه اهو. استودياري، هسأل نفسي يا ترى استودياري ده كان بياخد اسر ولا افيري؟ هتقولوا لي ده بياخد افيري، ده احنا لسه كاتبينه في المثال اللي شرحنا عليه دلوقتي. طالما بياخد افيري يبقى لو في اسر في الاختيارات هستبعدها. شكرا. طب هاجي بقى هنا ادو فوتو ولا اي دو فوتو؟ بصوا على الفعل. الفعل هنا دينو. دينو. دينو هنا مع اللوي، يبقى على طول انا كمان هصرف مع اللوي، يبقى ها dovuto. نمرة 2. ieri جوليا ايه ماريا، جوليا وماريا يبقى لورو. طيب هبص على الفعل المصدر انداري بياخد اسر ولا افيري؟ هتقولوا لي اسر، يبقى على طول هصرف مع اسر. طب ايه ده جاي لي الاختيارات كلها اسر. هقول لكم خلي بالكم، الاختيارات كلها اسر. زمن الجملة الاول ايري ماضي، فانا عايزة اصرف مع اللورو فيربو اسر في الماضي. هلاقي سونو فولوتي ادي اختيار، وسونو فولوتي. خلي بالكوا اول ما يديكوا نفس الاختيار مكرر على طول عينك ترمي على اخر حرف اللي هو التبعية. يا ترى جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ هرجع هنا جوليا وماريا بنتين يبقى جمع مؤنث، يبقى اختياري الصح هو سونو فولوتي. يبقى دايما بيركز في تفاصيل صغيرة كده للناس اللي فاهمة. طيب ماركو اد ايو، ماركو وانا، ماركو اد ايو انا وماركو يبقى نوي. طب زمن الجملة ايه؟ ماركو ed io finire la ricerca di inglese. طبعا بما اننا بنحل على الماضي فانا على طول هخلي بالي ان انا بحل في الماضي. finire من الافعال اللي بتاخد avere، يبقى على طول هدور على avere مع النوي، هلاقي abbiamo voluto. برافو عليكم. هسيب لكم تمرين تحلوه وهتلاقوا الاجابات بعد الفاصل. يلا حلوا التمرين. هاي يا ترى حليته زي ما انا عملتها؟ خلي بالكم لما يديني فعل متصرف التاني لازم يكون مصدر زي اول واحده، وانا محدده لكم ليه اخترنا الاختيار ده. اكتبوا لي خدتوا كام، ولو عايزين تمارين اكتر ابعتوا لي وانا ابعت لكم او انزل لكم تمارين على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. ما تنسوش طبعا تشيروا الفيديو للناس عشان اكبر عدد يستفاد، لان الفيديوهات دي مهمه جدا يا جماعه. وانتظروني في فيديو جديد. الله بروسيما.